اكيد، بس نبرات عبد الرحمن ابو زهره في المسلسل ده كانت ايقونيه جدا. انت لسه شاب بصحتك وعافيتك، اوعى تبص وراك. وعمل كيمياء مع نور الشريف جميله جدا، يعني كيمياء حسن حسني مع نور الشريف مثلا في فيلم الظالم والمظلوم ما كانتش احسن حاجه من وجهه نظري، وعمل دور مختلف عن تيمة المعلمين بتوع الدراما المصريه، اللي هو الراجل المفتري اللي دايما بيزعق ويظلم الناس اللي شغاله معاه. فهنا بقى اتحب وخلانا نستغرب ازاي في واحد معلم مش بيعمل زي الباقي، وكان بيتخانق مع ابنه المساعد بتاعه عشان عبد الغفور الغلبان، على عكس دلوقتي يقول لك اصل ده واحد اقدم منك فيعمل فيك اللي هو عايزه عادي. المهم ده واحد تاجر خردة، راجل بسيط ولا ليه مكانة اجتماعية كبيرة في البلد، بس عنده حاجة تانية خالص، حكمة الشارع وإنسانية حقيقية، كأنه مدرسة في فهم البشر. عبد الرحمن أبو زهرة لبس شخصية سردينة مش بس تمثيل، لا ده اندماج كامل. كل ده بيقول لك إن في إنسان حقيقي قدامك، مش مجرد ممثل بيأدي دور. الجميل في سردينة إنه مش بطل المسلسل، لكن هو نقطة تحول رئيسية لشخصية وعقلية عبد الغفور البرعي، ولما بيغيب عن الشاشة بنحس بفراغ، وده أصعب حاجة ممكن يعملها ممثل على الإطلاق. وده الفرق بين ممثل شاطر وممثل عادي. معلم سردينة